شباب تانية ثانوي نركز بقى مع بعض. من أهم أفكار شابتر 3 اللي هي ممكن تظهر معاكم في امتحان الشهر اللي جاي، وممكن تظهر معاكم كمان في امتحان الفاينل اللي هو امتحان الترم. ركزوا بقى معايا. أول حاجة لازم ما تنساهاش طول الوقت القانونين الأساسيين بتوع الريفراكشن. الريليشن ما بين الانجل اوف انستنس والانجل اوف ريفراكشن مع الفيلوسيتي بتكون دايركت طول الوقت، يعني فاي على سيتا هنا في 1 على في 2، لكن مع الان بتكون انفرس. وفي جزئيه مهمه جدا، القانون ده يقدر يشتغل مع اي حاله، يعني الميديم انا بتحرك من ميديم هاي دينست الميديم لو، او ميديم في الفي 1 اعلى او الفي 2 اعلى، عادي. القانون ده جنرال ملوش اي حاله خاصه. لما بيحب الراجل يعمل له حالات خاصه، ركزوا بقى معايا بيعمل ايه. بيعمل ريليشن ما بين الفيلوسيتي نمبر 2 راح للفيلوسيتي نمبر 1، بس تكون الفيلوسيتي نمبر 2 هي الاعلى، واحنا قلنا الان عكسها، يبقى ان 1 هي الاعلى. يعني لما اكون انا بتحرك من ميديم الدنستي بتاعته عاليه لميديم الدنستي بتاعته ايه قليله، يعني من ووتر مثلا لاير، من جلاس لاير، الشكل ده. الحته دي هتدخلني في حاله مهمه جدا، ان انا ممكن يكون عندي احتماليه لوجود كريتيكال انجل. مين يا عم الكريتيكال انجل؟ زي ما سبق وشرحناها قبل كده، هي الانجل اللي موجوده عندها، ركزوا بقى كده معايا، السيتا بكام؟ ب 90. ليه؟ اشمعنى الانجل دي؟ لان ببساطه الميديم او اللايت ري لما بيعدي الجزئيه دي، إيه اللي بيحصل؟ بيرفراكت او بيعمل ريفراكشن او توتال انترنال ريفليكشن. يبقى ببساطه لازم نركز قوي في الحته دي، لانها بتفرق معانا في اثناء حل المسائل. مهم جدا ان انا اعرف انا بتحرك من ميديم دينستي عاليه ولا قليله، عشان معنى كده ان لو انا بتحرك من الدينستي الاعلى، يبقى ببساطه هقدر اوصل لايه؟ ايوه ممتاز اللي رد عليا. هقدر اوصل ان انا في احتماليه عندي لحدوث كريتيكال انجل. طيب كل اللي هيختلف في القانون، ادي ساين الكريتيكال هي عادي جدا على ساين ال 90، انا بطبق فاي على سيتا ايكوال مين على مين؟ ان 2 اوفر الان 1. ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه جدا من ضمن برضو الاجزاء اللي يمكن ما بتاخدش حقها شويه في مجهودك، وهي جزئيه الانترفيرنس. الانترفيرنس ده ببساطه لو جه هو قال لك مثلا ارسم، انا لازم يكون عندي سورس هنا مونوكروماتيك لايت. طالما مونوكروماتيك لايت يبقى ما ينفعش ان انا استخدم وايت لايت مثلا، لازم اللايت ده يكون وان ويف لينس او مونوكروماتيك. وان ويف لينس يعني لون محدد، يقول لك مثلا ريد، يقول لك بلو. وطبعا الريد بيكون افضل كتير لان الويف لينس بتاعته بتكون اعلى. كل ما زاد الويف لينس كل ما كانت التجربه او الدلتا واي بتاعتي انجح. نروح حاطين هنا مثلا اتنين سليت بالشكل ده. لما احط اتنين سليت يا اساتذه بالشكل ده، اتنين سليت دول يعني ايه؟ فتحتين بالشكل ده هنا وهنا، عشان يبقى عندي كام ايه ده؟ كام مصدر للضوء؟ اتنين وشبه بعض قوي. واروح حاطط هنا مثلا سكرين. السكرين بتاعتي دي ببساطه لو ركزنا فيها هنلاقي ان الاضاءه بتاعتي بتبدا تظهر برايت فرينج، وبعد كده دارك فرينج، بعد كده برايت تاني، بعد كده دارك تاني، بعد كده برايت فرينج تاني، بعد كده دارك، وهكذا. الريليشن اللي ظاهره معايا دي بتعمل لي هنا حاجه اسمها دلتا واي. الدلتا واي دي اللي هي الديستانس بتوين تو فرينجز اوف ذا سيم كايند، يعني ما بين اتنين برايت او ما بين اتنين دارك. هي دي فكره الدلتا واي. لو دارك يبقى ده النوع ده ايه؟ ديستراكتيف، يعني الانتنسيتي بتاعت اللايت بالنسبه لي قلت. لو برايت يبقى ده كونستراكتيف، يعني معناها ان الانتنسيتي بتاعتي زادت. ببساطه برضو يا اساتذه مهمه جدا بالنسبه لجزئيه الانترفيرنس، لما تيجي تتعامل مع سؤال من النوع ده لازم تبقى واخد بالك ان في حاجه مهمه جدا، ان انا لما باجي اعمل الدلتا واي بتاعتي، احنا اتفقنا انها لامدا في ار اوفر الدي. نرجع لمسألتنا كده سريعا، او الرسمه اللي احنا كنا راسمينها، ونركز على حاجه مهمه جدا. هي فين الدي دي؟ الدي دي هي المسافه ما بين الاثنين سليت بالشكل ده. فين الار؟ الار بالشكل ده اللي هي من اول الدبل سليب بتاعتي لغايه الاوبزرفيشن سكرين. الدلتا واي زي ما احنا قلناها من شويه. مين بقى الويف لينس؟ ده الويف لينس بتاع السورس الرئيسي اللي بيتقسم عندنا هنا الاثنين سورس. مهم جدا في المساله ان انتوا تبقوا واخدين بالكم من حاجه، وهي ان اول حاجه سيادتك تتعامل معاها في مساله من النوع ده، ان انت لازم تبقى واخد بالك ان انت لما هتعمل ريليشن ما بين دلتا واي 1 مثلا على دلتا واي 2، يبقى هتبقى ايكوال بالنسبه لك لامدا 1 اوفر لامدا 2. يعني ببساطه لو انا عايز اعمل مثلا ريليشن ما بين الاثنين، بيقول لي مين اكبر ومين اصغر في اللامدا؟ لا، بيتعامل دايما بالالوان. يعني ايه؟ لازم تبقى واخد بالك من حاجه، ان انت عندك ريد مثلا، الريد ده اعلى ويف لينس بيفضل يقل تدريجي لغايه ما يوصل للبلو او الفايلوت. اشهر اتنين في التعامل معانا طبعا اللي ما بينهم الجرين، عشان يبقى جمعنا اشهر 3 الوان هو بيتعامل معاهم. يعني ممكن برضو من ضمن افكار المسائل اللي انت تبقى واخد بالك منها، ان هو يجي يقول لك انا عايزك تعمل لي لامدا الريد على لامدا مثلا البلو، كده مين الاعلى؟ الريشيو دي مين اللي هيكون اعلى فيها؟ ايوه ممتاز، الريشيو اللي هيكون اعلى بالنسبه لي هي مين؟ الريد. طب ما تمام، يبقى معنى كده الريشيو دي مور ذان ايه؟ 1. يبقى هاجي هنا هقول له لا، دي ايكوال مور ذان 1 مثلا، دي اعلى من ال1. حلو، دي طريقه ممكن يسالك بيها، بلاش دي.
ممكن يروح جاي يقول لك يا عم انت بتتعامل مع يانج اكسبيرمنت مثلا، او الانترفيرنس اكسبيرمنت، او دبل سليت اكسبيرمنت، كل دي مسميات لنفس المعنى. ويقول لك ان انت بدلت السورس بتاعك، السورس بتاعك ده بدل ما كان جرين، تمام، لا لغى الجرين ده وخلاه مين يا عم؟ الريد. يبقى لو ركزنا كده هنلاقي ببساطه ان وانس ان السورس بتاعي ده بقى ريد، يبقى معنى كلامي ان انا عليت مين؟ ايوه ممتاز، ركز معايا، انا كده زودت مين؟ الويف لينس. حلو. طب ما انا لما بزود الويف لينس يا اساتذه بزود الدلتا واي، يبقى معنى كلامي ان الدلتا واي دي هتكون زياده. هتكون زياده دي معناها ان الفرنج بتاعتي هتكون اوضح. معنى انها هتكون اوضح دي بقى بيكتبها في السؤال دايما يقول لك مور كليري. يبقى معنى كلامي ان انا لما بزود ويف لينس وهزود دلتا واي معاه، يبقى معنى كده الانترفيرنس هيكون افضل. طيب برضو من ضمن الاسئله اللي هو ممكن يغلس معاك فيها شويه، لو انا خليت الديستانس بتاعت الدبل سليت دي قليله، يعني ايه الكلام ده؟ ركزوا كده معايا عشان نستوعب. لو انا جيت قلت لك هنا دلوقتي ان احنا دلتا واي مثلا والقانون بتاعها لامدا ار اوفر مين؟ الدي. طب ما احنا لو ركزنا كده يا شباب، الدلتا واي مع الديستانس هنا دايركت ولا انفرس؟ ها بهدوء كده ونفكر. دي انفرس، يعني معنى كلامي ان الدلتا واي تعلى لما الديستانس اللي يجرى لها تقل. فيجي في المساله يقول لك اختار لي اي ديستانس مثلا من 4. مديك ديستانس 400 مثلا اهي، وديستانس ثانيه 100، وديستانس ثالثه 300 و200، وبقول لك انهي اكتر يخلي لي الانترفيرنس بتاعي مور كليري. اتفقنا مور كليري يعني اكتر وضوحا. طيب اكتر وضوحا يعني المفروض ان الدلتا واي دي تكون اعلى، يبقى اختار اقل ديستانس. مين اقل ديستانس؟ مثلا ال 100. وطبعا اليونتس في اغلب الحاجات هنا بتكون نانومتر. يبقى في نقط كده معينه يا شباب تبقى انت فنيات وانت بتتعامل معاها في المسائل تبقى انت واخد بالك منها كويس قوي وانت بتحل. برضو من ضمن الحاجات المهمه، طبعا انا بحاول احرق لكم اكتر افكار هنا مهمه، لان الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله هيبقى فيديو حل بدون افكار. يعني الفيديو ده التكمله بتاعته المره الجايه كلها مسائل حل رقميه. اهم حاجه انت تبقى فاهم الافكار اللي احنا قلناها دلوقتي، عشان واحنا بنحل تبقى الاستيعاب بتاعك سريع. برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا بالنسبه للبريزم، مهم يا شباب ان انت تبقى فاهم انت بتتعامل مع بريزم جنرال ولا بتتعامل مع الريفلكتد بريزم. الريفلكتد بريزم ده ليه كونديشن معينه. ايه هي الكونديشن بتاعت الريفلكتد بريزم يا شباب؟ ببساطه ان الراجل ده لازم يكون ايسوسيلس ورايت انجل، يعني الانجل من هنا 45 والانجل من هنا 45. فده ليه حالات معينه. الحاله الاولانيه ان هو بيتشينج الباس اوف لايت بانجل 90 مثلا، او بيتشينج الباس اوف لايت بانجل 180 بس. هي دي الحالات بتاعته. يعني لو الراجل نزل من هنا هيوصل بالشكل ده هيعمل ريفلكت بايه؟ ب 90. العكس صحيح، لو نزل من على الهايبوتنس يبقى هيمشي بالشكل ده، هيمشي بالشكل ده يرفلكت تاني، هيروح راجع لي كده كده عمل تشينج بكام؟ ب 180. طيب طبعا تفاصيل البريزم بالكامل موجوده، الفيديو بتاعه بالكامل اللي عايز يبص على شرحه تفصيلي بالحل بتاعه هيلاقيه موجود في البلاي ليست. انا بهتم بفكره اللخبطه اللي بتحصل دايما معاك وانت بتذاكر الامتحان. البريزم بقى ان جنرال ده اللي انا بتكلم ان انا بحسب له الابيكس انجل اللي هي سيتا 1 وفاي 2، او ان انا بس بحسب له الالفا اللي هي عباره عن فاي 1 بلس سيتا 2 ماينس الاي، وبرده الفيديو التفصيلي بتاع الشرح بتاعه متواجد. المهم بالنسبه لي دلوقتي يا اساتذه ان انت لما تبقى واخد بالك من جزئيه الفرق ما بين انا بتعامل مع بريزم ان جنرال ولا ريفلكتد بريزم. ركزوا قوي في الافكار اللي احنا قلناها دلوقتي لان هتحتاجوها قوي في الفيديو بتاع الحل وفي الامتحان بتاعكم ان شاء الله باذن الله اللي هتمتحنوه خلال الاسبوع ده. اشوفكم على خير يا اساتذه، واي حد ليه جزئيه ناقصه يقدر يرجع للبلاي ليست بتاعتها، هيقدر بسهوله يوصل للنقطه اللي ناقصاها، وان شاء الله باذن الله موفقين. اشوفكم على خير، مع السلامه.